أهلين معكم حنان العالم، جبت لكم وصفة نزيكة بكل وصفة الكريب. المقادير زي واضحة عندكم هنا، حننزلها كم بالجرام ويفضل عشان تطلع معاكم زي ما أنا تعلمتها بالضبط. في هنا شوية زيت ملعقتين كبار وزبدة، وحنستخدموا سكر عادي في الوصفة، وحليب طبعا، وأربع دحيات زي ما واضح عندكم، والفانيليا أنا نحب نستخدم فانيليا يعني نوعية جيدة جدا عشان طعم الكريب تطلع حلوة. وفي إضافة زيادة مني اللي هو ملعقتين كاسترد تعطي لون وطعمة للكريب. هنحط المقادير الناشفة كلها مع بعضها زي ما انتم شايفين، وبعدين الحليب بنحط فيه الدحي ونخبط بالشكل هذا لعند ما نحس ان الدحي تجانس تماما او البيض مع الحليب. ذوبت الزبدة في الميكرويف او على النار وضفتها، وحنضيف شوية زي ما قلت لكم ملعقتين زيت تعطي شدة هيك للكريب لما تضغطوا عليه لما ناكلوه يعطي زي الشدة، يعني هذا حاجة هيك ترك هيك بسيطة بس مش لازم يعني عادي. وبعدين أنا حنحط الدقيق، بس حنطحن الدقيق بالخلاط بتاع الشوربة. حطيت رشة الملح طبعا قبل ما ننساها. حنحط البلاستيك هذا زي ما انتم شايفين ونطحن عشان ما يطرطشش. يعني أنا هنا الطاجين بتاعي هذا من قديم الأزل، يعني عندي من أول ما جيت هنا بلجيكا، هذا هم يستخدموا فيه للكريب أو للبانكيك. حديد هو ايرون ما ينغسلش، ممكن تستخدموا حتى سان ستيل بس يكون القاعدة بتاعها غليظة. طبعا المتعارف عليه عندنا كلنا اللي هو التيفال، طبعا التيفال هو أأمن حاجة، بس هذا هو الحاجة الكلاسيك اللي احنا نستخدمه فيها يعني. كل البلجيك تقريبا عندهم. ففي لقطة نحب نقول لكم انهم باش ما تخربش أول كريب عندكم، تدهنوه بالزيت هو ساخن وتخلوه يسخن تماما، وبعدها نحطوا شوية زيت وزبدة هيك نضمن إن أول كريب أو بانكيك نحطوه ما يخربش منا. قاعدة نقول دي ما أول واحدة تخرب، لا، بالطريقة هذه إن شاء الله حتطلع من أول مرة صح. نكتر شوية لأن يعني زي ما انتم باحتفال هو، فنحن نحط شوية زبدة مقدار كويس، وبعدها نغرف المقدار على حسب كبر الطاجين. زي ما انتم شفتوا القوام سائل مش غليظ. لو تبعتوا بالجرام مظبوط إن شاء الله يا ربي، يعني كلكم يقدر عندكم ميزان حيطلع معاكم زي اللي ينباع برا في الكافيهات البروفيشنال يعني. لو غليظ راهو حيطلع مكبد ومش حلو. أول ما نحسه هيك خلاص تماسك نلمسه بإيدي ما عادش في حاجة يعني تلصق في إيدي، معناها نشف تماما، نقدر إني أنا نقلبه على الوجه الآخر بالطريقة اللي انتم شايفينها هيك، نقلبه ونخليه يتحمر على الوجه التاني، وهيك يقعد الكريب بتاعنا جاهز نستمروا في خبز باقي الكمية. طبعا في حاجة تعلمتها أنا في المدرسة هنا، حاجة بسيطة بك، لا تبي صوص شوكولاتة لا كراميل أي حاجة. يحطوا سكر بالطريقة هذه وهو ساخن قاعد على النار، فالسكر يبدأ يذوب ويبدأ زي اللي يتكرمل. بجد طريقة رهيبة، انت وينكم تجربوها. ونبدأ نخليه شوية على النار بس نحس ان السكر بدأ يذوب ما يقعدش يكسكس، ونقلبه بالطريقة هذه، وبعدين نقلب أخرى على الجهة التانية. حيقعد فيه طعمة حلوة بكل واقتصادي، وما فيش داعي لا صوصات ولا كراميل ولا أي حاجة. أتمنىكم تجربوها وتكتبوا لي في التعليقات درتوها ولا لا. طبعا نقدر نحتفظوا به، نطيبوه كله نحتفظوا به في الثلاجة، وكل يوم نسخنه شوية في الميكرويف. وإلى اللقاء.